فيلمنا بيبدأ بلاراس وهي بتحاول تتصل بأختها آيو، بس ما كانتش بترد عليها علشان كانت زعلانة منها. بعدها لاراس راحت لحبيبها موندا علشان تنهي علاقتها بيه، بس هو كان رافض ان هو يسيبها، وضربها وهددها لو مش هتبقى معاه هيقتلها، وفعلا رماها من البلكونة. فنقلوها للمستشفى، بس حالتها كانت صعبة. فالدكاترة قالوا إن مش الكسور اللي بسبب وقعتها هي السبب في حالتها، وإن في حاجة في جسمها غريبة هما مش قادرين يشخصوها. فأرمان صاحبهم اقترح على آيو إن هما يودوها لشيخ يعالجها، بس هي كانت رافضة الموضوع ده، وكانت بتتهمه بالتخلف. وما قعدوش كتير ولاراس ماتت، فشالوا الأجهزة وغطوها، وفجأة لقيوها بتتحرك حركة غير عادية، فعرفوا إن هي لسه عايشة. بعدها رجعوها تاني وحطوها على الأجهزة، وأختها قعدت معاها طول الليل. ولما الليل جه، المريضة اللي معاها في الأوضة بدأت تصوت وكانت بتشاور على شيء غير متشاف، وكانت خايفة. فآيو قامت تنادي على الممرضة علشان تيجي تشوف مالها، فلقيت إن الراس قامت وقعدت قدامها. فلما بصيت لها لقيتها إن هي ظهرت قدامها في الأوضة تاني. وتاني يوم قرروا إن هما يروحوا لواحد يعرفوه اسمه دمار، علشان يساعدهم يلاقوا حل لأختهم. فخدوا لاراس وراحوا بيتهم القديم. فراحت تقابل السيد دمار، وسألته على شيخ علشان يعالج أختها. فقال لها على الشيخ رحمت إن ده أشطر واحد بيعرف يعالج المس. فقابلته وحكت له. بعدها روحت البيت وهي قاعدة بدأت تحس بحاجة في البيت، وكانت شامة ريحة مش حلوة. والبيت بتاعهم كان فيه مانيكانات. فقربت لواحدة منها، ولقيت إن الريحة طالعة منها، ولقيت إن وش المانيكان مشروخ، فجزء من وشها وقع ولقيت تحتيه حشرات وديدان. فخافت واترعبت. بعدها لقيت إن في مانيكان تانية وقعت على الأرض، فلقيتها إن هي بتحرك عينيها. ولما صرخت أرمان جه على صريخها وقالت له على اللي حصل. بس هو لما بص ملقاش إن في حاجة من اللي هي بتقول عليها. وتاني يوم جالهم الشيخ رحمت علشان يعالجها، وبدأ العلاج. وكان جسمها كله مليان شوك، فكان بيحاول ان هو يشيلهولها. والروح الشريرة كانت حاضرة عليها وما كانوش قادرين يسيطروا عليها. فخربشت الشيخ وبدأت تهاجمه، فقال لهم ان علاجها صعب وهو مش هيقدر يعمل لها حاجة، وعرفهم ان هي معمول لها سحر اسود. وفي الوقت ده شباب بلدها كانوا بيراقبوا البيت، علشان سينو كان عايز يصاحبها. ولما رفض وما عبرتهوش حس بالإهانة، فعرف إن حبيبها هو اللي رماها من الشباك. فقرر إن هو ينتقم منها ويفضحها في القرية كلها. وفي الوقت ده آيو كانت قاعدة بتدور على علاج لأختها، فالموبايل وقع منها تحت السرير. فنزلت علشان تجيبه، فشافت شبح واقف. ولما طلعت تبص عليه لقيته إن هو اختفى. بعدها اختفى من تحت السرير كمان. وفي اللحظة دي لاروس فاقت، وكانت شايفة الشبح قدامها. وآيو كمان كانت شايفة الشبح. وتاني يوم الشيخ رحمت مات. فالناس في العزا قالوا لهم إن آخر مرة شافوه كان كويس، وما يعرفوش إيه اللي حصله فجأة. وقالوا إن هو تاني يوم كان رايح يعالج لاراس. فجالهم سينو وأكد لهم إن هو راح يعالجها فعلا، واللي حصله ده بسببها هي. وعرفهم إن هي ما ماتتش في حادثة عادية، وإن هو حبيبها رماها في البلكونة، وكان عايزهم يطردوها من القرية هي واختها. بس الناس سكتوه ومردوش يسمعوا كلامه. بعدها أيو وأرمان عرفوا إن رحمت مات. وأيو استغربت، يا ترى مات بسبب لاراس وإن هو حاول يعالجها؟ فما كانش قدامهم حل غير إن هم يشوفوا واحد تاني يعالجها. فأرمان راح لشخص تاني وطلب منه إن هو يجي يعالجها. وأيو قعدت في البيت مع لاراس علشان تهتم بيها، وكانت بتمسح لها الجرح. فلقيت إن في عين ظهرت في الجرح. وفجأة سمعوا صوت وهي ولاراس كانوا خايفين. بعدها أيو بصت على الصوت، فشافت إن في شبح في الدولاب. فخافت وجرت، ولقيت إن أرمان جالها، فقالت له على اللي هي شافته. ولما راح يفتح الدولاب ملقاش حاجة زي العادة. وبعدها اتفاجئوا إن الدبان اتلم على الراس. فخدوها للمعالج، وبدأ العلاج وعمل عليها الطقوس، وخرج من بقها طيور كتير. وفجأة بدأت تتحول، وكان بيظهر في المكان تعبان وأشباح وخفافيش وهو بيعالجها. فحضر عليها الشبح وكان قوي. فالمعالج ما قدرش ان هو يعالجها من السحر كله، وعالجها من جزء بس. فخدوها ورجعوها البيت، وبدأت تتحسن شوية. فأي راحت تشتري خضار
ولقيت إن أهل القرية كلهم بيشتموها، وكانوا بيعايروها هي وأختها وعايزينهم يمشوا من القرية علشان سينو فضحهم في القرية كلها. فجالها سينو وكان بيرخم عليها، فقال لها لو سمعت كلامه وسابته يساعد أختها هيخلي أهل القرية كلهم يسكتوا ومحدش فيهم هيضايقها تاني. فلما رفضت تسمع له كان بيشتمها هي واختها، ولما ضربته استفزته وقعد يشتمها كتير، وقال لها ان اختها زي امها كانت على علاقة برجالة كتير ومنهم السيد دمار. فسمعت منه كلمتين وراحت تسأل السيد دمار، فأكد لها ان امها كانت جميلة جدا وكانت اجمل ست في القرية، علشان كده رجالة كتير في القرية كانوا بيحبوها. وبعد ما خلفت البنتين جوزها اكتشف ان في واحدة من بناته مش بنته، عشان كده قتلها. بس اهل القرية اتفاجئوا ان امهم ما ماتتش، علشان كانت عاملة سحر اسود ان هي تبقى اجمل ست في القرية وان كل الرجالة يحبوها وكمان ما تموتش بالسهل. ففضلت نايمة على السرير وكانت بتتحلل وهي عايشة، وفضلت كده مدة لحد ما ماتت. وعلشان يخلصوا من سحرها دفنوها بطقوس معينة. وآي عرفت إن هي مش أخت لراس من الأب وإن هم إخوات من الأم بس، وهي اللي أبوها قتل أمها عشانها. فلما سألته أمال مين أبوها، قال لها إن هو ما يعرفش، هو عارف كده بس. فروحت ونامت جنب أختها، ولما صحيت ما لقيتهاش نايمة. فلما خرجت تدور عليها لقيتها إن هي في الحمام، وشبح أمها كان بيحميها بالدم. وفجأة الشبح بصلها. بعدها جالها أرمان، ولما سألها على الراس لقيوها إن هي واقعة بره. فلما دخلوها كان جسمها ووشها رجع تاني تشوه، وقال لها شكلها هتفضل كده ومش هتتعالج، فممكن كانوا يسيبوا الدكاترة يموتوها موت رحيم. بس آي رفضت كلامه، فصممت إن هي تعالجها ومش هتستسلم مهما حصل. فجالهم السيد دمار وقال لهم إن في معالجة تانية ممكن تساعد أختها. فخد ايو ووداها عند واحدة اسمها سواردي علشان هي اللي هتقدر تعالجها. فلما راحوا لها لقيوها ان هي ماتت من سنة. فايو طلبت منه ان هم يفكروا يودوها عند اي حد تاني. فالسيد دمار ليه ان اللحظة مناسبة علشان يعترف لها بسر، وقال لها ان ابوها اللي هي كانت بتسأل عنه هو دمار نفسه، يعني هو ابوها. بس هو خاف يعترف بيها عشان عارف ان الموضوع مش هيعدي بسلام، خصوصا ان هو متجوز وعنده عيال. وهي كانت بتسمعه مصدومة. وأرمان في الوقت ده كان في البيت وكان بيعتني بلراس. بعدها لقاها فاقت ورجعت لطبيعتها وكانت بتحضنه. ولما ايو رجعت لقيته ان هو حاضنها، فلما زعقت له لقاها ان هي لسه مشوهة زي ما هي، واللي شافها دي كان مجرد تخيل او شبح. فاتخانقت معاه وضربته وطردته من البيت. فقرر ان هو هيرجع المدينة. فوهو ماشي شاف سينو شلته وكانوا رايحين لبيت ايو، فراح وراهم علشان يمنعهم. فلقاهم ان هم فصلوا الكهرباء، فراح يتخانق معاهم وكانوا عايزين يقتلوه. فمسكوه ضربوه بالسكينة وهربوا قبل ما هو يضربهم. وايو قاعدة في البيت بيطلع لها الاشباح من كل مكان، ولراس اتحولت وهجمت عليها. فجالها المعالج ودمار وسيطروا على لاراس. فطلب منهم ان هم يمشوا علشان هيعمل الطقوس على لاراس، علشان الروح الشريرة سيطرت على جسمها ومش هتخرج منها بالسهل، فممكن يأذي كل اللي قاعدين. ولما خرجوا دمار قال لها ان هم ما قدروش يعالجوا امها من كل الاشباح الشريرة، وما كانش قدامهم حل علشان يخلصوا من الكابوس ده غير ان هم يدفنوا امها، وبكده الاشباح هتدفن معاها. فلو المعالج فشل ان هو يعالج لراس هيروحوا يدفنوها مع امها علشان موضوع الاشباح ينتهي، لان الشبح طول ما هو موجود في المكان هيفضل يأذي كل الناس اللي حواليها حتى ايو. واللي كان واقف وبيسمع الكلام ده كله سينو، وكان قاعد يتصنت عليهم علشان يعرفوا هم هيعملوا ايه. وفي الوقت ده المعالج كان جوه مع لراس وكان بيحاول يعالجها. فالشبح لبسها وضربت المعالج وسيطرت عليه، وكانت بتحاول ان هي تقتله. فهو كمان كان بيحاول ان هو يقاومها وكان عايز يسيطر عليها. وبعد فترة قدر ان هو يسيطر عليها، وفجأة ظهرت له من غير تشوهات علشان تخدعه. وهو فعلا اتخدع وبدأ يطمن. وفجأة هجمت عليه وعضته من رقبته، بعدها ضربته لحد ما مات. وفي الوقت ده
سينو كان بيحرض أهل القرية عليهم، وكان عايزهم يمنعوهم إن هم يفتحوا قبر أمها بحجة إن الأشباح هتطلع منه وهتأذيهم كلهم. بس هو كان عايز لاراس ما تدفنش علشان تفضل عايشة وتفضل تتعذب كده. بعدها لما أهل القرية وراحوا علشان يهجموا عليهم في البيت، فحاولوا يكسروا الباب وكانوا عايزين يطردوهم من القرية كلها. وفي الوقت ده دمار جهز لاراس علشان يوديها قبر أمها، فلقيوا إن أرمان جالهم وهو مصاب. فدمار طلب منه إن هو يساعد آيو ويروحوا يدفنوا لاراس مع أمها. فهو استغرب ليه مش هتتعالج، فعرف منهم إن هي كمان عملت لنفسها سحر أسود علشان تفضل جميلة وعلشان كل الرجالة يحبوها، ومش هيعرفوا يفك السحر ده. والحل الوحيد علشان يخلصوا من الأشباح إن هم يدفنوها. ودمار قال لهم إن هو هيحاول يمنع الناس إن هم يدخلوا البيت، بس سينو خلاهم يمسكوه، فدخل يدور عليهم. ولما ملقاهمش قال لأهل القرية تقتل دمار علشان هو اللي خلاهم يهربوا. فمسكوه ضربوه، وبعدها جالهم سينو وقتلوا. وبعدها راح وراهم علشان يلحقهم قبل ما يدفنوها، فحاول ان هو يوقفهم، بس هما قرروا ما يقفوش وراحوا داسوه ومات في 60 داهية. وبعدها أخيرا وصلوا للقبر وحفروه، وجثة أمها كانت فيه. فلما طلعوا علشان يجيبوا لراس لقوا إن الشبح حضر عليها تاني، فهجمت على آيو وحاولت إن هي تقتلها، وسابتها وراحت تهجم على أرمان وعدته من رقبته وكانت بتكسر جسمه. فآيو لما لقيتها إن هي بتقتل أرمان كانت هتضربها، فلقيت إن لاراس هديت وحاولت إن هي تخدعها. بعدها حضر عليها الشبح تاني وكانت هتهجم عليها، بس بعدها هديت تاني وما كملتش وقت كتير، وبعدها بدأت تتصرف زي الشبح. وآيو استغلت الموقف ده وراحت حدفتها جوه قبر أمها وقفلت عليها القبر علشان تخلص من شر الشيطان أو الشبح الشرير اللي لابس أختها واللي ممكن يأذي كل اللي عايشين. وبس كده يكون خلص ملخص فيلمنا.